ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. هنعمل النهارده بقى فيديو هيكون عميق جدا. هنشوف اللي جوه عقل حبيبك، اللي جوه عقل الشخص اللي في بالك، إيه اللي ظاهر لك، إيه اللي جواه، ايه نواياه ليك، ايه الحاجه اللي بتخوفه او بتبعده او حاجه معقداه او بتقف في طريق العلاقه، ايه شغله دلوقتي، الشخص ده عايز إيه منك بالظبط، كل حاجه. فكل اللي عليكم بس ان انتوا تختاروا جروب من الاتنين. ده هيكون الجروب الاول، التايجر اي، وده الجروب التاني اللي هي الاسوره بتاعت مراكز الطاقه السبعه اللي هي فيها احجار مختلفه. فيفضل تختاروا باحساسكم، اما لو معرفتوش هنختار بالحروف، حروف اسم الشخص اللي في بالك. دلوقتي هنبدا، ولو انتوا اول مره بتشوفوا القناه ما تنسوش تشتركوا. ازيكم عاملين ايه يا جروب نمبر 1؟ اهلا بيكم. اللي اختاروا حجر التايجر اي او اللي اختاروا بالحروف، حروف اسم الطرف الاخر. يلا نشوف الطاقة العامة، الطاقة بتاعتكم، طاقة الطرف الاخر، طاقة العلاقة. تشوف ايه اللي بيظهرهولك، ايه اللي جواه في الحقيقة. كمان نشوف نواياه القريبة تجاهكم، ايه الخوف او الحاجة اللي عاملاه له عقدة او مشكلة. وكمان نشوف ايه اللي بيشغله دلوقتي، وايه اللي الشخص ده عايزه منك، وايه يعني اخبار الفترة اللي جاية. شوف مسج للعلاقة ورسالتين منه. الابراج او الطاقات اللي ظاهره معايا، ظاهر معايا برج العقرب والسرطان والحوت، ظاهر معايا برج الثور والاسد والدلو بوضوح. باين معايا هنا الابراج الترابيه والهوائيه كتير والمائيه، اما الناريه طالعه بس بنسبه بسيطه شويه. خلينا نبدأ بأول حاجة. هنا كارت الرومانس أنجل في العلاقة دي بيقول لنا قد إيه العلاقة بينك وبينه فيها براءة شديدة جدا، فيها تعامل بتلقائية شديدة وتلقائية واضحة، وكأن هنا مش المشاعر ولا الرومانسيات هي المحرك الأساسي في العلاقة، كأن المحرك الأساسي في العلاقة هو الروح الشابة المرحة الفرفوشة شوية. ممكن انتوا الاتنين كأصدقاء أقرب، أو العلاقة مش بس فيها رومانسية، ده فيها صداقة، ده فيها قرب، ده فيها هزار، ده فيها وقت حلو بعيدا عن الرومانسيات خالص. فيها كمان ان احنا الاتنين بنبقى مع بعض على بساطتنا وعلى فطرتنا وتلقائيتنا، فده شيء مريح جدا جدا بصراحة. كأن الشخص ده هنا بيبدأ رسالته في القراءة دي وبيقولك أنا مسامحك على أي سوء تفاهم حصل، هل انت بقى مسامحني؟ هل انت هتقدر تسامحني؟ احنا الاتنين غلطنا في العلاقة دي، انا كل حاجة بتتغير في حياتي دلوقتي، ويمكن ده اللي شاغلني عنك، ويمكن ده اللي بعدني عنك. كمان هنا لافت انتباهي قوي كارت الشمس والقمر في قراءة واحدة. ده يقول لنا قد ايه ان العلاقة ممكن يكون فيها شوية من التناقض وفيها شوية من الاختلافات، انت شخصية وهو شخصية. كمان هنا خلينا نبدأ أول حاجة بالطاقة بتاعتك. انت باين في طاقة التن اوف بنتكلز، والطاقة بتاعتك بتقول لنا ان انت حد بتحب تبقى واقف على أرض صلبة، انت شخص عقلاني عملي طبيعي مستقل، بتحب الاستمرارية، بتحب الثبات، بتحب الروتين إلى حد ما. فانت هنا اللي يفرق لك في العلاقة دي ان يحصل استقرار، ان يحصل أمان، ان يحصل دفء، ان لو العلاقة مش كده فانت مش هتبقى حاببها. في ناس منكم متزوجين او انت مستني
مستني من الشخص ده زواج. الطاقة بتاعتك بتقول لنا ان انت واقف على ارضية ثابتة. ممكن تكون حياتك او شغلك ماشيين ايا كان ايه اللي بيحصل في العلاقة دي. ممكن يكون عندك عيلتك، عندك صحابك، عندك ناس. المهم ان انت عندك حاجات بعيدا عن العلاقة دي مستقرة، وبتبص النص الكوباية المليان وبتعرف تتصرف. دي الطاقة بتاعتك. الطاقة بتاعته بقى هو طالع في كارت القمر. كارت القمر ده يقول لنا ان الشخص ده عقله الباطن مأثر عليه، لان ده كارت العقل الباطن. يعني مخاوفه بتأثر عليه، عقده بتأثر عليه في العلاقة، بتأثر على قدرته في القيام بمهامه. فعشان كده نقدر نقول ان الشخص ده شخص عنده مشاكل من الماضي، عنده مخاوف مأثرة عليه، عنده رؤية غير واضحة للأمور، وشخص مشوش. حتى شايفين الكروت بتشير لشخص متغمي، شخص سايب نفسه للعقل، للأوهام، للماضي. فالطاقة بتاعته هنا هو مش واضح، عنده شكوك، مخاوف داخلية، ملخبط، مش عارف يتصرف، مش بيقول المشاعر اللي جواه، في عدم وضوح في الطاقة بتاعته، في أحيانا أوهام وخوف من المجهول طول الوقت. يمكن انت مثلا بتشده ناحية الاستقرار أو الثبات في بيتكم أو في علاقتكم، لكن هنا هو بيبدأ ان هو يخاف. طب ايه النتيجة؟ النتيجة ان العلاقة بتفضل في الطاقة اللي احنا شايفينها دي. السيفن اوف بنتكلز، انتظار، قاعدين مستنيين بس، وبنتعب ومستنيين العائد بقالنا سنين، كأن انت اشتغلت 3 شهور وما قبضتش اي حاجة. فده اللي باين هنا في الطاقة بتاعة العلاقة دي. والراجل اللي في العلاقة ده محبط. انا شايفة هنا ان بسبب الطاقة بتاعة الشخص ده العلاقة دي فيها احباط، فيها ثبات، فيها سلبية. فده بصراحة اللي مؤثر على العلاقة وظاهر بشدة. طب ايه اللي الشخص ده بيظهرهولك وايه اللي بيخبيه؟ يعني اللي بيظهرهولك هنا هو الشخص ده بيظهر لك، يعني اغلب الوقت بصراحة ان هو مظلوم، او ان هو غلبان، او ان هو مضطهد، او احيانا بيبقى عايز منك تعاطف. اللي بيظهره لك كمان ان هو شخص حنون وعطوف وحساس. هو ممكن يكون بيتقمص كتير، بيقعد لوحده كتير، دراما شوية. فده هنا اللي بيظهره لك. طب ايه اللي جواه بقى؟ اللي جوه الشخص ده هو عنده رغبة لبداية جديدة. يعني نقدر نقول ان الشخص ده بيظهر لك شوية المخاوف، او مش عايز يعشمك بحاجة، لكن من جواه هو نفسه ان العلاقة دي تبدأ. في رغبة، كأن الشخص ده بيخفي رغبته فيك، فرحته بيك، رغبته في الوضوح، ان طاقة القمر دي ما تبقاش موجودة. لا، احنا عايزين طاقة الشمس، احنا عايزين ان العلاقة دي تبقى احسن، مش عايزين الحيرة اللي موجودة. فاللي جوه الشخص ده او جوه قلب الشخص ده منتهى الوضوح، منتهى الحب، منتهى التقدير، منتهى الرغبة، منتهى كل حاجة حلوة وإيجابية. لكن اللي مسيطر عليه أو على الطاقة بتاعته زمون والكوين اوف كابس، يعني المخاوف، الماضي، المشاكل، الشكوك، الدراما. فالشخص ده كأن قلبه حاجة وعقله حاجة والماضي حاجة. فده اللي مأثر على العلاقة. طب ايه نواياه؟ خليني اقول لكم بصراحة ان نوايا الشخص ده هو متجه اليك، عايز سلام، عايز حل، عايز ان العلاقة تبقى كويسة. لكن خليني اقول لكم حاجة عشان ابقى واضحة وصريحة معاكم. الشخص ده دايما بيبعد عن اي مشاكل. يعني لو العلاقة دي بتعمل مشاكل فهو هيبقى سلبي الى حد ما. فهو الشخص ده بيحب يبعد عن المشاكل، بيحب حياة هادية، بيحب يبقى آمن مريح، مفيش ضوضاء، مفيش دوشة، مفيش خناق. فالشخص ده احيانا بيبقى مش مسؤول شوية، او احيانا بياخد قراراته بإرادة منفردة، او احيانا بتلاقيه يبعد كده لما يكون في دوشة. ده بصراحة مشكلته. والشخص ده ممكن يكون بيسافر كتير، او بيتنقل كتير، او بيختار اغلب حاجات حياته بالإرادة المنفردة او بالعناد، او بيبقى عارف هو عايز ايه وبيعمله، وممكن ما بيلجألكش مثلا او مش بياخد رأيك. فده بصراحة اللي باين في الطاقة بتاعته، ان هو حد بيبعد عن اي دوشة. ان لو العلاقة دي بقى فيها عوائق ومشاكل والكلام ده كله، هتلاقيه كده خد جنب لحد ما الوضع يتصلح بصراحة. طيب ايه العقدة او الحاجة المأثرة عليه او مأثرة عليه بالسلب في العلاقة دي؟ الشخص ده هنا بيحب طول الوقت ان هو يكون قوي، مسيطر، فخور، عنده كبرياء، ملفت، جذاب جدا، قائد طول الوقت. فالشخص ده نقطة ضعفه او الحاجة المأثرة عليه او بتعيق العلاقة ان هو دايما عايز يبقى قدامك جامد، مسيطر، قوي، مبهر بالنسبة ليك. دي مشكلته الوحيدة. فده اللي باين بصراحة. يمكن ده اللي خليه ساعات ما بياخدش خطوات مطلوبة منه في العلاقة. اللي بيشغله دلوقتي انا شايفه ان الشخص ده فعلا زي ما قالك في رسالته ان كل حاجة في حياته بتتغير، كأن الشخص ده مش فاهم حاجة في حياته دلوقتي، مش عارف الدنيا ايه ورايحة بيه على فين، وكأنه خايف ياخد قرارات تضره، خايف من مواجهة، خايف من ان هو يختار. ممكن يكون عشان يبقى معاك مثلا هو محتاج يختار، فهو خايف من ده، محتاج يعمل ريسك مثلا، فهو خايف من ده.
طب ايه اللي محتاجه منك؟ يمكن ده احلى كارت في الكروت كلها. الشخص ده محتاج منك الرجوع، الدفء، الحنين، الذكريات الحلوه، الامان. بيحس معاك ان هو طفل، وبيحس براحه، بحنيه، بمشاعر من غير اي ضغوط. مش لازم بقى حاجات رسميه. هو ده بالنسبه له، هو عايز وقت حلو مرتاحين مع بعض بعيدا عن المسؤوليات. فهو مش محتاج بصراحه منك مصلحه بصراحه او تسليه، لا بالعكس. لكن الشخص ده كأنه عايز يعيش حياته من غير أي وجع دماغ، من غير أي مشاكل. طب ايه بقى المتوقع معانا هنا؟ أنا شايفة ان للبعض منكم الشخص ده بيطلع من علاقة ثلاثية، أو بيعمل الاختيار اللي المفروض يتعمل. لكن اللي باين في المتوقع معانا هنا ان لو الوضع فضل بالمخاوف، بالعناد، بالسيطرة، بالمشاكل دي كلها، بالانتظار، أنا شايفة ان ما حدش هيبقى حابب ده خالص. يعني شايفة ان انت هتبقى في طاقة اللي هو خلاص بقى انت مش عايز كل ده يحصل. حاسه ان العلاقه كانها مش مبنيه على اساس سليم او ثابت. فده اللي واضح، ان العلاقه دي هيبقى محتاجه يبقى فيها تغيير جذري. يلا نختمها برساله اخيره. انت والشخص ده كانكم توأم، بس انتوا الاتنين مختلفين في الطبع وفي التوقعات وفي كل شيء، فده اللي موتر الدنيا. نختم برساله اخيره من هنا ليك، منه ليك يعني. انا سبتك قبل ما انت تسيبني. عنده مخاوف وكميه مشاكل من الماضي بشعه. خايف اضعف، خايف يسيبني، خايف يخوني، خايف كل حاجه في الدنيا. ده مشكله. فده اللي انا شايفاه، وشايفه انت بدأت ان انت تزهق من الشخص ده بصراحة عشان كمية الضغط اللي حطه عليك. كده نكون خلصنا قراءتكم. ميرسي جدا ليكم، نشوفكم قريب في فيديو جديد. لو حبيتوا القراءة وانطبقت ما تنسوش اللايك، لو ما انطبقتش نشوف الجروب التاني. اهلا بيكم يا جروب نمبر 2 اللي اخترتوا البريسلت دي اللي هي بتاعت الشاكرات او مراكز الطاقة، او اللي اخترتوا بالحروف، حروف اسم الطرف الاخر. شوف اول حاجة الطاقة بتاعتكم في العلاقة، طاقة الطرف الاخر، طاقة العلاقة. نشوف ايه اللي بيظهرهولك، ايه اللي بيخفيه، ايه نواياه مثلا في الوقت القريب القادم. نشوف كمان هنا العقدة او الحاجة اللي مأثرة على الشخص ده في العلاقة. نشوف كمان ايه بيشغله او بيبعده عنك، وكمان ايه اللي هو عايزه او محتاجه منك. ايه النتائج هنا اللي بتحصل معانا، مسج للعلاقة دي، ونشوف رسايله ليك. الرسائل سوري مش الرسائل، الابراج او الطاقات اللي ظاهره معايا. موجود معايا هنا برج الاسد، برج كمان الثور، وبرج الجدي. ظاهر معانا هنا مواليد شهر 4 وشهر 1 كتير جدا جدا. ظاهر معانا هنا كمان يعني الابراج الترابيه كتير قوي، والابراج المائيه موجوده برضو. اما الناري والهوائي بسيط الى حد ما. خلينا نبدا هنا باول كارت ظاهر معانا للعلاقه دي من كروت الرومانس انجل، وهي الاختلافات. ده أزمة العلاقة الحقيقية اللي موجودة وسط كمية الحب وكمية المشاعر اللي باينة قدامي في علاقة زي دي. أنا شايفة في ناس هنا الاختلافات بتقف في طريقها. شايفة في ناس هنا في بعضهم وبين بعض اختلافات أديان، اختلافات ثقافات، مذاهب، قبائل مثلا، أو حد رافض العلاقة دي، أو حد من ناحية البنت تحديدا عنده رفض للعلاقة دي. كأن العلاقة دي فيها خلاف قوي، فيها هنا ان احنا الاتنين مثلا مش نفس الاهل او الدماغ او العادات والتقاليد. فده هنا اللي بيقف بصراحة في وش العلاقة دي. لكن كمشاعر ده انت عايزه هو عايزك، وفي مشاعر حب وفي كل حاجة. لكن كأن هنا في بعض العوائق او الاختلافات بتقف في وش العلاقة، وبتقف في وش اتنين عندهم مشاعر قوية قوي تجاه بعض. كأن في رسالته الاولى بيقولك انا عارف ان انا اتولدت علشان احبك، وفي المرة الاولى اللي شفت فيها عينك عرفت ان انا هفضل احبك للابد مهما كان بينا اختلافات، مهما كان بينا مشاكل، مهما كان في اي حاجة. انا اول ما شفتك كده مشاعري اتحركت دايركت، وعرفت ان انا جيت عشان احبك، وعرفت ان انا هفضل احبك طول عمري حتى لو احنا بينا كم الاختلافات اللي موجود في العلاقة دي. فالحقيقة هتظهر قدامي طاقة اختلافات بتأثر على العلاقة مش اي حاجة تانية. لفت انتباهي كمان وبشدة الايس اوف سورد، الايس اوف بنتكلز، الايس اوف كابس، الايس اوف رودز، الاربعة في قراءة واحدة.
ده لو بيدل على شيء بيدل على كمية الرغبات اللي عنده في بدء بداية جديدة، لانها دي كلها كروته، هو ده كارتك انت بس الوحيد. فالشخص ده كعقله نفسه انه يبدأ معاك بداية، كمشاعره عايز، كاستقراره شايفك مناسب بعيدا بقى عن العوائق اللي المجتمع شايفك مناسب، كشغف، كاشتياق، كوحشة، ككل الحاجات دي عايز برضو. فالشخص ده انت بالنسبة له كل البدايات اللي في الدنيا. فبصراحة يعني باين فيه مشاعر قوية قوي. خليني أبدأ بالطاقة بتاعتك. انت هنا في وضع عقلاني، بتتعامل بحسم، بتتعامل بتفكير منطقي، بتتعامل بتركيز، بوضوح، بشخصية حادة، بتتكلم بصراحة، بتحبش اللف والدوران، بتحبش تعلق نفسك بحاجة مش صح او حاجة مش ليك او حاجة مش هتنفع. كأن انت مدي ظهرك للعلاقة دي يمكن علشان كده، او يمكن انت من نوعيات الناس اللي ما بتحبش تعلق قلبك بحاجة مش ليك، او شايف ان مثلا في عوائق، او ان الشخص ده ما خدش خطوة او ما عملش الريسك، فانت خلاص كده هتعمل له ايه يعني. بصراحه انا شايفه ان انت موقفك جامد وثابت. والحقيقه انا عايزه اعرف ان دي طاقه حقيقيه ولا من بره بس. امم هو انت منجذب له على فكره، انت منجذب له قوي، لكن كانك عندك بعض اللوم عليه، على الظروف. انت واخد الموضوع بقوه، وانت شايف هنا ان في اختلافات، اتصرف وهد الاختلافات دي. وكأن انت احيانا بتلوم على نفسك برضو ان انت دخلت العلاقه، فانت في وضع فيه شدة زيادة على نفسك وعليه. الطاقة بتاعته بقى هو بيحاول يسيطر على نفسه، على مشاعره، يعيد التوازن، يظبط نفسه، يظبط شعوره، لازم يمسك أعصابه، لازم يتحكم في مشاعره، لازم يسيطر على كل شيء، لازم يبقى في طاقة قوة. اللي باين بقى في طاقة العلاقة ان كل واحد فيكم بيسيطر على مشاعره ورغباته الداخلية، عشان كده العلاقة فيها تمسك، فيها خوف من الخسارة، فيها ان كل واحد عايز يتمسك بالتاني لكن مش عارف يعمل ايه، في جمود في العلاقة دي، كأن مثلا متحفظين بالشكل الخارجي، او ان احنا اصحاب، او ان احنا زمايل علشان نفضل في حياة بعض وما نخسرش بعض للأبد. ده باين هنا في طاقة البعض منكم. طب ايه اللي الشخص ده بيظهره لك مقارنة باللي بيخبيه؟ اللي بيظهره هنا، انا شايفة ان الشخص ده يعني حتى لو بيظهر الاهتمام بشكل بسيط، حتى لو بيحاول يبين بشكل بسيط ان هو بيحبك، او ان هو عايزك، او ان هو عنده رغبة فيك، او ان هو عايزك بس مش قادر ان هو يحصل عليك. يمكن قالك كذا مرة ان هو عايزك بس الظروف بتقف في طريقه، عايزك بس الدنيا صعب، مثلا مش عارف ياخد خطوة تجاهك، فهو صعبان عليه جدا كل اللي بيحصل ده. فده اللي هو بيظهره لك. اللي جواه بقى، هو جواه رغبة صريحة في الحسم، في الوضوح، في البداية الجديدة بينكم، في الصراحة. ممكن يكون من جواه مثلا كأنه عايز يصرح لك بكل شيء، لكن اللي بره مثلا مش قادر ان هو يعمل ده. ممكن يكون للبعض منكم هو شخص خجول على فكرة. فانا شايفة ان هو برضو في وضع صعب شوية. طب نواياه هنا، انا شايفة ان الشخص ده ناوي ان هو ياخد خطوة حتى لو بطيئة، بس انها تكون ثابتة، ان هو عايز يحط اساس كويس للعلاقة، مش باندفاع، مش بسرعة، ببطء، لكنها خطوة مضمونة، لان هو عايز يحصل عليك، عايزك ان انت تبقى معاه. اللي معقد الشخص ده هنا ان هو خايف ان انتوا تحبوا بعض اوفر، او ان انتوا تحبوا بعض بالطريقه اللي تخلي مثلا ان يبقى صعب ان انتوا تبعدوا. هقول لكم ليه. هو الشخص ده مش متشائم، بس هو شايف ان وضع العلاقه ممكن يكون صعب. فاللي بيخوف الشخص ده دايما الحب، اللي بيخوفه دايما ان هو ما يقدرش ان هو يسيطر على مشاعره. فهمتوني؟ او ان هو يفتح لك قلبه اوفر، او ان هو ما يقدرش يسيطر على المشاعر الاوفر اللي موجوده، لان شايف ان الحب ده فيه حاجات بتحصره. اللي بيشغله الفترة دي هو في تغيرات عنده، في حاجات في حياته بتبدأ، في حاجات قدرية كده بتحصل، بعضها حلو وبعضها وحش، وكأنه بيشتغل على نفسه عشان يبقى في حياة أحسن. فهو شغال دلوقتي الشخص ده على نفسه على فكرة. اللي محتاجه منك، هو مش محتاج منك غير القرب، مش محتاج منك غير بداية جديدة. الشخص ده عنده تجاهك شغف قوي، كأن في شرارة حماس، شرارة شغف، شرارة اشتياق وحب. هو مش عايز منك غير ان هو ياخد خطوة سريعة قوي تجاهك عامة. النتيجة هنا اللي انا شايفاه ان في ندم، في احباط، في خساير، في زعل في الوقت الحالي، او واقفين مش عارفين نعمل ايه. انا شايفة هنا ان العلاقة دي كمشاعر، المشاعر موجود، انا مش بتوقع لكم حاجة سيئة. انا شايفة ان النتيجة اللي موجودة دلوقتي في ندم، في خسارة، في زعل، في احساس بان كل حاجة مثلا متوترة او بايظة. العلاقة دي مش مشكلتها المشاعر، هي مشكلتها الاختلافات، مشكلتها الاديان، مشكلتها المجتمع، مشكلتها التدخلات. لكن الشخص ده شايفاه ان هو بياخد خطوات تجاهك، لكن ممكن كثبات او كاستقرار هو مش عارف يعمل ده في الوقت الحالي بسبب اللي انا قلت لكم عليه. في شغف فعلا، في اشتياق، في امان، في حاجات حلوه قوي في العلاقه دي، كانكم انتوا الاتنين بتدوروا على بعض. فللي منكم العلاقه ما فيهاش الازمات الجامده، انا شايفه ان طبعا الشخص ده بياخد خطوه. عامه الشخص ده ياخد خطوه اول ما يبقى عارف
هيحاول يلاقي معاك حل وسط. يمكن دلوقتي الوقت مش مناسب، لكن هو يحاول يلاقي معاك حل وسط ويسيبك تختار اللي انت عايزه، ويحاول ان يبقى فيه فرصة تجمعكم. انا شايفه انتوا عندكم فرص كتير. بيقولك انا بحس بيك حتى واحنا منفصلين، وانا عارف ان انا تعديت حدودي معاك او الخطوط اللي انا محتاجه اعملها او الحدود اللي انت حاططها. انا عايزه اقولك عن مشاعري. للبعض منكم انت زعلان منه لانه مش بيقولك مشاعره، هو كراش مثلا، بس لان هو مش قادر يلتزم او خايف ان هو يلتزم دلوقتي او ان انتوا تتعلقوا ببعض. للبعض منكم انتوا ممكن تكونوا اتفقتوا انتوا تكونوا صحاب، او ان العلاقه تكون على القد، او العلاقه تكون بدون التزامات. فشايفه بصراحه انتوا مش قادرين انتوا تكنترول. فاللي باين هنا معايا ناس بتحب بعض جدا، لكن في ألف حاجة محاصرة العلاقة دي بصراحة. فكده نكون خلصنا قراءتكم. أتمنى أن الوضع بينك وبين الشخص ده يكون أفضل. لو أول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك، ولو القراءة انطبقت ما تنسوش اللايك.